أجمعت الجهات العراقية المختلفة على الترحيب بالأنباء التي ذكرت احتمال انضمام العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي في وقت قريب. وقالت صحيفة بغداد الناطقة باسم حركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الحكومة أن علاوي سيبحث مع قادة الدول الخليجية موضوع انضمام العراق إلى الأسرة الخليجية. اعتبر البعض في ذلك عودة لأواصر العلاقات الاجتماعية التي تربط أبناء الخليج بالعراق. العراق من الناحية التاريخية والاجتماعية بلد يعتبر خليجي، وبالتالي فانضمام هذا البلد إلى مجلس التعاون الخليجي هو استكمال للروابط الدولية للعراق وإحداها المنطقة الخليجية، كما أنه سوف يشكل عامل قوة وتعضيد لمجلس التعاون الدولي نحو التعاون الخليجي نحو تحقيق علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية متينة بين العراق وبقية الدول الأعضاء في هذا المجلس. فيما رأى البعض أن جذور العلاقات تمتد إلى روابط ثقافية للعراقيين بصمة واضحة في تكوينها. العراق يعتبر الدولة الأولى المطلة على الخليج العربي، وبالتالي كثير من الإنجازات الثقافية والاجتماعية التي جيرت إلى دول الخليج العربي نجد أن العراق مشارك فاعل فيها. يعني لو نجد إحنا لقطاعات الثقافة والفن نجد أنه الكثير من هذه المفردات هي مستلة من الذاكرة الثقافية والفنية للمجتمع العراقي. عزل العراق عن دول الخليج بسبب الانتهاكات العسكرية التي قام بها النظام السابق وتدخله في شؤونهم، ربما تأتي هذه الخطوة لإعادة مسار تلك العلاقة وطموح العراقيين أكبر. نحن نتطلع إلى تحسين هذه العلاقة، سواء تحققت هذه الإمكانية فعلا أم بقت هذه الإمكانية. نطلع إلى أشكال أخرى، نطلع إلى مختلف الأشكال من التنسيق والتعاون، ليس فقط مع الدول الخليجية وهي قريبة وهناك الكثير من المشتركات، أيضا مع كل دول الجوار. على الرغم من كون هذا الأمر خبرا نشر في صحيفة، إلا أن الغالبية أجمعوا على تفاؤلهم بتلك الخطوة كونها تضع العراق في المكانة التي ينشدونها. يرى البعض أن فكرة انضمام العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لها انعكاسات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، فيما وجد فيها آخرون أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لترميم علاقات العراق مع دول الخليج والتي صدعتها حروب النظام السابق. فلاح الذهبي، الحرة، بغداد.